بصوا الجمال، بصوا مفكش ازاي حلو قوي. والصباع مفكش ومن غير هنك. بصوا حاجه قمر ما شاء الله. طعم بقى ما اقولكوش، يا اختي يا اختي يا اختي، طعمه حلو جدا وشكله يفتح النفس، شهي بجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. صلوا على باب لاي حاجه. معانا النهارده بقى نزلت لكم طريقه السجق من غير الهنك، معانا بقى تسويته. اوريكم ان هو مفكش، عشان من غير هنك ومفكش كانه بهنك، كاني جايباه من بره وزي القمر. تعالوا بقى نشوف ايه هي الطريقه، وصلوا على النبي قبل ما نبدا. ايه هي بقى الحاجات بتاعتنا؟ هنا طماطم وفلفل، هنا بقى في الطبق المليان فلفل ده فلفل اللي هو مشطشط، وفلفل رومي احمر واخضر. وفي الطبق ده هو السجق والتوابل، شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بهارات. وهنقطع بصلاية في طبق. جبنا بقى الحلة وحطينا شوية زيت، وهنبدأ نحط البصلاية. بجد يا جماعة مفكش، وطعمه كان تحفة جدا، وشكله يفتح النفس، شهي قوي بجد. يعني حاجة شغل فخر من الاخر. حطينا بقى البصلة مش هتتحمر، يعني مش هنحمرها، لا بس تدبل كده يعني، تبدأ في الدبلين. تبدأ في الدبلين ومنزلة عليها بالطماطم. ان هي خلاص كنا ننزل بالطماطم عليها. بعد الطماطم هننزل بطبق الفلفل. كنا مقطعين فلفل مشطشط وفلفل رومي احمر وفلفل رومي اخضر. طبعا انتوا عارفين ان انا قعدت اقول لماما حطي شطه وحطي هرسه الشطه، وهي ما رضتش. انا ما اعرفش ما بتحبش تعمل حاجه مشطشطه ليه. مع اني بموت في الشطه. كده بقى بتنزل بباقي كل الفلفل. وبعدين هتحط التوابل، هي ملح وفلفل اسود وبهارات. وهتنزل بحته تومه، حته التومه بقى اهي بتعمل شمخ للاكل. زي ما قلت لكم بقى شغل فاخر من الاخر. اهي التوابل، ملح وبهارات وفلفل اسود، هتحطهم بقى وتقلب. شعرنا ايه؟ كتري كتري على قد ما تقدري. هنا بقى بعد ما قلبتهم تنزل بشويه ميه، شويه صغيرين كده، حاجات بسيطه. بعد بقى ما الخلطه دي كلها اتعملت، هتنزل بقى عليها بالسجق. مفكش وكأنه بالهنك بالظبط، كأن في هنك. يعني حاجة جميلة قوي بجد، يعني ما شاء الله. طلعت وعملته معاكم علشان قلت لكم ان قلت لكم في فيديو طريقة عمل السجق، هعمل لكم فيديو وانا بسويه واحنا بنسويه، علشان نوريكم ان هو مفكش وان هو زي ما هو. بصوا كده بقى بتحط السجق كله. زي ما قلت لكم شغل فاخر من الاخر. هنا بصوا بقى بتقلبوا. بصوا هي بتقلبه مفكش ولا بقى ولا فرول، ولا هو بقى بينزل منه حتت، لا، الصباع زي ما هو، صباع السجق زي ما هو، كأنه في هنك، او كأنك جايباه من بره بالظبط. بصوا قمر ازاي ما شاء الله. هنا بقى كان خلاص استوى، ماما نزلتني اجيب فينو مخصوص. قالت لي قومي يا بنت جايه لي فينو. بس هنا هي بتقسم لكم واحده بتوريها لكم. بصوا هنا بقى بتحطها لكم في الفينو، تقول لي ليه يا مزاج احطه في فينو. بس ما شاء الله. انا جوعت تاني. انا جوعت تاني. بصوا القمر ما شاء الله، ولا فك والطعم بقى والريحة. يا ريت كان التصوير يصور لكم الريحة، يوصل لكم الريحة، بس ما بيوصلش.
تصوير ظالم الريحة. بصوا القمر. انا بقى بدأت احط في الطبق. عجبني قوي عشان ما فكش. حتى هتلاقوا في الفيديو قلت لكم شوفوا ما فكش ازاي كذا مره. عدت في الفيديو كام مره قلت ما فكش. فبجد عجبني جدا وطعمه تحفه قوي. وبس الفيديو كده خلص. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.